كم مرة خدت قرار مبني على إشاعة أو صدقت كلام اتضح بعدين إنه نص الحقيقة بس؟ أخطر حاجة مش إن المعلومة تبقى غلط، الأخطر إننا ناخدها ونبني حياتنا عليها من غير ما نفكر. يعني إيه نفكر بعقل ناقد؟ وإزاي ده ممكن يغير حياتك؟ يخليك تفهم الحقيقة من الكذب وتاخد قرارات أذكى. الموضوع مش فلسفة ومش كلام معقد، هو مهارة بسيطة لكنها قوية لدرجة إنها بتحميك من الخداع، من القرارات الغلط، ومن إنك تعيش على معلومات وهمية. التفكير النقدي هو خط الدفاع الأول قدام سيل التضليل اللي حوالينا. أهلا بيكم في ميتنج، أنا دكتور محمد عثمان، والنهارده هنتكلم عن موضوع أنا متأكد إنه هيغير طريقة تفكيرك لو طبقته صح، بس للأسف قليل جدا اللي بياخد باله منه أو بيستخدمه. التفكير النقدي بيخليك أقل عرضة للندم، لأن قراراتك بتبقى مبنية على وضوح، زي ما تكون حاطط نظارة مكبرة على المعلومات، مش بس بتسمع وتصدق. بيخليك تسأل المصدر إيه؟ في دليل؟ الكلام ده منطقي؟ هو اللي بيحميك من الخداع وبيخليك تاخد قرارات أحسن في شغلك ودراستك وحياتك. التفكير النقدي هو عملية فكرية بتتطلب التشكيك في المعلومات والأفكار والقدرة على طرح الأسئلة وتحليل المعلومات بشكل موضوعي وتقييم الأدلة بعناية والوصول لاستنتاجات واتخاذ قرارات مدروسة مبنية على أدلة منطقية بدل العواطف أو الافتراضات والشائعات. هو اللي هيخليك تقول لحظة، أفكر الأول. هو سلاحك في عالم مليان إشاعات، إعلانات مضللة، وناس بتبيع الهوى. الفيلسوف الفرنسي رينيه ديكارت قال أنا أشك إذا أنا أفكر، إذا أنا موجود. علم النفس المعرفي بيقول إن العقل البشري بطبعه ميال إنه يصدق بسرعة، لأننا كبشر عندنا تحيزات، بنصدق اللي بيوافق آرائنا وبنصدق اي حد بنحبه او نثق فيه حتى من غير دليل. ولو شفت حاجه اتكررت قدامك كتير هتفتكر انها حقيقه لمجرد انها مألوفه. ولو لقيت كل الناس حواليك بيشاركوا خبر معين هتحس انك غلط لو ما صدقتوش. المشكله ان ده بيسيبنا عرضه لاي خدعه او اشاعه. وهنا احنا محتاجين نفكر بعقل ناقد، مش علشان نكون معقدين او نشكك في كل حاجه او نصدق اي معلومه، لكن علشان نفصل بين الحقيقه والزيف، بين المعلومه والدعايه، ونقدر ناخد قرارات واعية في حياتنا. دي مش مهارة نظرية ولا رفاهية، دي مهارة لو امتلكتها هتعرف تحمي نفسك من التضليل الإعلامي، من القرارات العاطفية الغلط، وهتقدر تبني أحكام عقلانية في حياتك الشخصية والمهنية. إزاي نفرق بين الحقيقة والإشاعة؟ مين قال؟ دايما نسأل عن المصدر. ليه قال؟ في مصلحة ورا المعلومة، ممكن يكون بيكسب مشاهدات أو بيلعب على مشاعرك. فين الدليل؟ في صورة، فيديو، إحصائية، ولا مجرد كلام؟ هل في احتمال تاني؟ اوعى تقف عند اول تفسير. كل يوم بيعدي علينا كم مهول من المعلومات، اخبار، بوستات، فيديوهات، اشاعات، اعلانات. التفكير النقدي بيساعدك على اتخاذ قرارات افضل سواء في حياتك الشخصيه او الدراسه او الشغل، وبيساعدك على اختيار الخيارات المنطقيه والابتعاد عن القرارات المتسرعه او المبنيه على معلومات مضلله، وبيساعدك على ايجاد حلول مبتكره وفعاله وتفكر بره الصندوق. دراسات بتاكد ان اللي بيمارسوا التفكير النقدي عندهم قدره اعلى على حل المشكلات واقل عرضه للخداع. ايه هي ادوات التفكير النقدي؟ التفكير في الاحتمالات، مش كل حاجه ابيض او اسود، ممكن يكون في تفسير ثالث او رابع. فهم ما بين السطور، مش دايما اللي بيتقال هو القصه كلها. الشك الصحي، يعني ما تصدقش بسرعه لكن كمان ما ترفضش بسرعه. التحقق من المصدر، اي معلومه ملهاش قيمه من غير مصدر موثوق. الادله والبراهين، مش كفايه ان حد يقول لك دراسه بتقول، لازم تعرف اتنشرت فين وامتى. خلينا دلوقتي نشوف ازاي تطور مهاره التفكير النقدي عندك. اقرا من مصادر متنوعة وما تعتمدش على مصدر واحد حتى لو بيعارض رأيك. التعلم المستمر مهم جدا، دراسات، كورسات، محاضرات. اكتب استنتاجاتك وتحليلاتك، الكتابة بتفضح الثغرات اللي في تفكيرك. شارك في نقاشات مع ناس مختلفين عنك في الرأي، واسمع وافهم. اتعلم تسأل ليه وازاي وفين وامتى. ما تتسرعش وخد وقتك في التفكير، وقيم الإيجابيات والسلبيات قبل ما تاخد أي قرار. شارك في حوارات فكرية، اسمع للنصايح بحذر، ولو حد قال لك معلومة اسأل ايه مصدرها. ما تاخدش كل حاجة على انها مسلمات. التفكير النقدي مش بيتولد معانا، دي مهارة محتاجة تدريب. التفكير النقدي مش انك انت تبقى سلبي او مشكك طول الوقت، بالعكس. التفكير النقدي بيخليك قائد واعي لافكارك وقراراتك، بيخليك هادي وواثق وبتاخد قراراتك اذكى وبتبني حياتك على ارض صلبة من الحقائق بدون خداع. ده مش مجرد مهارة ذهنية، ده اسلوب حياة. المرة الجاية قبل ما تصدق او ترد او تشارك اي حاجة اسأل نفسك مين قال؟ ليه قال؟ فين الدليل؟ هل في احتمال تاني؟ جرب وهتكتشف إن حياتك بدأت تبقى أوضح وأبسط وأذكى. كنت معاكم دكتور محمد عثمان في ميتنج عن مهارة التفكير النقدي.